فالنسيا النجم العام. وبالتالي تقل كرة خطيرة، التسديدة حضر جول. أوه لاحظ الهدف الملغي هنا، حالة التسلل المحتسبة على استرادا. جزاء في المونديال لمصلحة منتخب الإكوادور. فيفا قطر 2022. فالنسيا يتقدم، يسدد فالنسيا في مرمى العنابي. المنتخب الإكوادوري الآن أخطر في فالنسيا، يسجل في مرمى العنابي من ركلة جزاء، سجل ومن الرأسية هنا يسجل الهدف الثاني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الإكوادور يهزم منتخب قطر بثنائية نظيفة في افتتاح المونديال. حقق منتخب الإكوادور انتصارا مهما على حساب المنتخب القطري بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر. وأنهى منتخب الإكوادور الشوط الأول من مباراته أمام قطر متقدما بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح كأس العالم 2022 بقطر. وافتتح إنير فالنسيا التسجيل لمنتخب الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 ضد منتخب قطر المستضيف بهدف في الدقيقة 17 من زمن المباراة. وأحرز فالنسيان الهدف الأول في المباراة وفي المونديال عن طريق ركلة جزاء أنبر لها بنجاح. وأضاف فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 31 من زمن المباراة. ولم يسفر الشوط الثاني عن أي تغيير في نتيجة المباراة لتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء. ولم يسفر الشوط الثاني عن أي تغييرات في نتيجة المباراة لتنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء. وخاض منتخب قطر اليوم الأحد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ضد منتخب الإكوادور في المباراة التي سيحتضنها استاد البيت بمدينة الخور القطرية. وقص منتخب قطر شريط الافتتاح للمونديال باعتباره البلد المنظم للبطولة بمواجهة الإكوادور لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات هولندا والسنغال. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.